هتوصل لمرحلة الفيلم المصري مش هيتقبل هناك. هو نفس الموضوع في الكورة. انت لو تفتكر زمان كان اللي بيروح يلعب من مصر في السعودية كان بيتقال انه خلاص هو شطب كورة ورايح يلم فلوس هناك. دلوقتي انا اتحدى انه هيبقى بالساهل اي حد يعرف يروح الدوري السعودي اصلا. هتلاقي النوادي مش هترضى. يا مساء الخير او يا صباح الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية اسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن بالابداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو ابداعي وكل ما هو جميل. استكمالا للنقاش اللي فتحناه المرة اللي فاتت في ختام حلقتنا، واللي لو حضراتكم لسه ما سمعتوهاش هتلاقوها موجودة، تقدروا تسمعوها في البلاتفورم اللي حضراتكم تفضلوه. هتلاقوا في لينك تري موجود تحت في الديسكريبشن في كل اللينكات بتاعتنا. والنقاش اللي كنا فتحناه المرة اللي فاتت هو سؤال يبدو بسيط جدا، هو ليه محدش بيدخل أفلام مصرية؟ أو بمعنى أدق، ليه حجم الإقبال على الأفلام المصرية لا يتناسب منطقيا مع تعداد السكان في مصر؟ الهدف من طرح السؤال مش خلق حالة مندبة أو طرح إجابات معلبة للأزمة. الهدف هو محاولة الفهم وإعادة النظر لسوق الإنتاج السينمائي في مصر. إيه اللي ينقصه؟ اللي حوالينا بدأوا يعملوا إيه؟ هل المصريين أصلا في حاجة لمشاهدة أفلام مصرية، ولا في حالة من حالات التشبع والاكتفاء بالدراما؟ يمكن سببين هم اللي خلوني مؤخرا أركز في الموضوع ده. أولهم موسم باربنهايمر أو موسم فيلم باربي وفيلم اوبنهايمر، فيلمين لو جيت تحكي قصتهم كده في سطر أو في مجموعة من السطور لحد، صعب تلاقي حد يتفاعل معاك أو يتحمس إنه يشوفهم. يعني مثلا لو جيت تقول لحد في فيلم بيحكي عن قصة الشخص اللي اخترع القنبلة النووية وبيتناول الصراع النفسي الداخلي اللي بيمر بيه الشخص ده عن مدى أخلاقية الفعل اللي عمله. والفيلم التاني بطلته عروسة باربي اللي بتمر بأزمة وجودية وبتبدأ انها تفكر في الموت، فبتدخل في رحلة بحث وراء السبب الرئيسي لأفكارها دي. الفكرتين على المستوى العام ممكن يكونوا محمسين لفئة كبيرة من الناس، بس بمعايير ما يطلق عليه بين قوسين كده المشاهد المصري، او اعمالا لنظرية الجمهور عاوز كده. فالافكار دي ما تعتبرش افكار جذابة. انا شخصيا لو كاتب فيلم منهم ممكن ابقى متردد ان انا اروح اعرضه على منتج خشية يعني من ردة فعله. فايه سبب النجاح الطاغي فيلمين زي دول، وايه سبب حماس الجمهور ليهم؟ والسبب التاني اللي خلاني ابدأ تفكير في الموضوع ده او اعيد الانتباه للموضوع ده، وهو سبب قد يكون ساذج بالنسبة للبعض ممن هم اكبر مني سنا يعني واكثر مني خبرة، وهو انه انا مؤخرا قررت اني اعمل اعادة مشاهدة منظمة لافضل 100 فيلم في قائمة، او يعني قائمة افضل 100 فيلم في السينما المصرية. بعض الافلام كانت المشاهدة الأولى ليا، والبعض الآخر كانت إعادة مشاهدة. على مدار مشاهدتي للأفلام دي كانت الحالة المسيطرة علي في أغلب الأحيان هي حالة، أو هي مزيج بين الانبهار، الاستغراب مع بعض الحزن. ليه في وقت كانت الصناعة أصعب من كده بكتير كنا قادرين إننا نحكي حواديت ونطلع أفلام بالجودة دي تتفق أو تختلف مع مضامين الأفلام ديت، ولكن كتير جدا من الأفلام دي جودتها سواء على صعيد القصة أو للأسف وللعجب على صعيد التنفيذ أفضل من الأفلام المعروضة حاليا. وهنا بدأ يثار السؤال في دماغي، ودول كانوا السببين اللي خلوني ابتدي افكر في الموضوع ده واطرحه، او اقرر يعني اني اطرحه للنقاش مع حضراتكم. مدرك تماما ان الموضوع يعتبر مستهلك
وفكرة مناقشة أزمة السينما المصرية وسوق الإنتاج المصري والكلام المجعلص اللي كانوا بيتناولوه زمان في برامج التوك شو يعني. ومدرك إنه أغلب الإجابات اللي احنا ممكن نتناولها أو اللي احنا ممكن نطرحها ممكن إنها تكون مستهلكة إلى حد كبير. طيب تعالوا نحاول ان احنا ننتبه او نعيد النظر في الاسباب اللي بتطرح كمبرر لفكرة سوء الافلام او عدم اقبال الناس، بلاش نقول سوء الافلام، عدم حرص الناس او عدم اقبال الناس على الفيلم المصري اللي هو موجود في الشباك اللي جنب الفيلم اللي هو بيدخله اللي هو اوبنهايمر او باربي يعني. السبب الاول اللي بيطرح فكرة الجمهور عاوز كده. مش عارف حكيت لكم الموضوع ده قبل كده ولا لا، بس باختصار انا كنت مرة شغال على او كنت شغال في عمل فني معين، وكان من ضمن ادواري اني اطلع ببعض الكرييتيف كونسبتس لبعض التفاصيل او لبعض الجوانب في العمل ده، بجانب اني اشتغل على معالجة ابداعية لبعض المشاكل وبعض الامور اللي بتطرأ اثناء العمل على البروجكت ده او على المشروع ده. كنت اطلع بالفكرة من دول، كانت تعجب المخرج جدا وكان يبدي حماس زيادة بيها، نشتغل عليها وامشي ارجع الاقي المنتج قاعد بنفسه مع المونتير قدامه مطفاية فيها يعني ركام مارلبورو جولد بيغير كل حاجة انا كنت عملتها. المشكلة ان هو ما كانش شايف انه في مشكلة، هو كان بالنسبة له شايف اني مش فاهم الجمهور عاوز ايه من منظوره، وانه فاهم نفسية المشاهد كويس. فكرني بخالد صالح في فيلم عمارة يعقوبيان، قالوا احنا دارسين نفسية الشعب المصري كويس قوي. هو بالظبط نفس المنطق يعني. هو بيقول لي ان هم فاهمين نفسية المشاهد كويس قوي. في الاول كنت بتضايق انه مجهودي بيترمي على الارض، لكن بعد كده بقيت بكبر دماغي شوية لما لقيت كتير جدا من الاساتذة بيحصل معاهم اكتر من كده، بجانب انه مش شرط انه يعني انت اصغر من انه العمل ينسب لك يعني، سواء على صعيد الدور اللي انت بتؤديه فيه. ما حدش هيجي يقول ده خالد حاتم اخفق يعني، ما حدش هيبقى عارف خالد اصلا. فبدأت ان اكبر دماغي يعني واعمل اللي بيطلب مني او اللي الشخص ممكن يحبه وخلاص يعني. وفي الاخر عادي مش هتشير ان انت عملت حاجة زي دي او ان انت اشتغلت في دي. وللأمانة فالعمل يعتبر، العمل اللي انا بتكلم عليه ده يعتبر عمل ناجح جدا، ولاقى استحسان ناس كتيرة جدا، ولاقى التفاف من ناس كتيرة جدا. صحيح انا ما عجبنيش ولا حلقة منه، لدرجة ان انا عادي كنت بشتغل عليه وما شوفش منه تقريبا غير بعض المشاهد اللي كان فيها يعني كنت ببص عليها بهدف الشغل، انه في بعض التفاصيل احنا كنا بنبقى عاملينها في المشاهد دي، فكنت بضطر ان انا ابص عليها يعني كتشيكنج قبل ما الحلقة تخرج يعني. لكن شئنا ام ابينا، اتفقت انا ام اختلفت، العمل نجح والعمل عجب ناس كتيرة جدا وعجب المنتج، ومتفهم كويس جدا انه ممكن في فئة فعلا تكون بتفضل نوعية معينة من المنتجات الفنية، ولا حابب اني اقول عنها منتجات سطحية او منتجات تفتقر الى العمق يعني. مش حابب اقول كده، هي بتفضل نوعية معينة وشكل معين، وكل حد حر يعني. في النهاية انت المفروض تكون بتقدم وجبة مختلفة متنوعة فيها عناصر متنوعة، وفي النهاية السيد المتلقي يختار الشيء او المنتج اللي هو بيفضله. ولكن خلونا نسأل سؤال برضو بديهي، هل من المنطقي انك تكون فاهم انه 110 مليون شخص تفضيلاتهم واحدة، فكرهم واحد، بيحبوا نفس الحاجة، بينفعلوا بنفس المنتجات الترفيهية او المنتجات الاعلامية او المنتجات المختلفة؟ هل الطبيعي ان كل الافلام مؤخرا في الموسم اللي احنا فيه ده والمواسم اللي سبقته إلا فيما نظر يعني تكون أفلام كوميدية؟ الطبيعي إنه لأ، هو أنت محتاج إن أنت تقدم عناصر تانية، ويا ريتها بتضحك يعني، يا ريتها مثلا كوميدية وبتضحك. احنا بقى عندنا أزمة مؤخرا كده، ايه، انت بقيت عايز فيلم كوميدي بيضحك. ما هو طبيعي ان هو بيضحك، ما هو المفترض ان هو بيضحك
اوكي. انت يعني بقت الازمه دي كمان عماله تنتشر، بقيت عايز تعين كاتب بيعرف يكتب، بقيت عايز تعين مونتير بيعرف يمنتج، يعني بقيت عايز تعين سيلز بيعرف يبيع. دي بديهيات احنا محشورين فيها قوي، يعني احنا ما قربناش من منطقه التجويد، احنا دلوقتي عمالين نتكلم في بيزكس. وانا هنا مش بتكلم برضو، انا لو حضراتكم اخدتوا بالكم انا حريص على عدم ذكر اسم فيلم او عمل من الاعمال اللي معروضة دلوقتي في السوق، مش من منطق الفوقية، بقدر ما هي الفكرة مش ان انا اقول انه والله الفيلم الفلاني ده كذا وكذا وكذا. هو انا مش يعني ولا ليا دعوه بصناعه ولا تعاملت معاهم في البروجكت ده، وربنا يوفقهم يعني الناس. انت برضو عشان تكون امين مع نفسك كده، فعشان الشخص يوصل لمرحلة الانتقائية في الأعمال اللي هو هيختارها أو في المشروعات اللي هو هيكون جزء منها، فهو محتاج يوصل لمرحلة إنه يبقى يعني تقيل جدا. يعني أنا شخصيا لو جالي عمل في حاجة زي دي، ما اعتقدش ان انا املك دلوقتي قوة الرفض بهذه الدرجة، الا لو كان عمل يعني في شبهة يعني حرمانية، حاجة يعني شديدة الوضاعة، يعني ده ماشي، ممكن ما اكون حريص ان انا لا ما بقاش جزء منه. لكن والله حاجة ممكن تبقى مصدر رزق لفني كاميرا، لحد بتاع ستيدي كام، حد بتاع ترينيتي، حد يعني ناس اللي هم بيمسكوا معدات التصوير، فنيين اضاءة، حتى لو كاتب شاب صغير لقى نجم كبير جدا بيتواصل معاه ويقول له انا عجبني حاجة انت بتقدمها وعاوزك تكتب لي فيلم، ما اعتقدش ساعتها ان هو هيكون بالقوة الكافية انه يرفض. وبالتالي انا مش حابب ان انا اذكر اعمال، عشان لو من قبيل المصادفة حد من السادة الصناع دول سمع حاجة زي دي ما يحسش انه فيها تجريح او اهانة ليه، لانه ده مش موضوعي دلوقتي. انا مش بعمل ريفيو او تحليل لفيلم، احنا بنتأمل مع بعض ظاهرة او بنحاول ان احنا نفككها كده. الازمة بالنسبة لي انا انه اغلب المنتجات السينمائية اللي معروضة دلوقتي هي بتستهدف فئة ما عندهاش القدرة المالية ان هي دلوقتي تروح السينما، وده بيوصلنا للنقطة التانية، وهي حتة انه اصل الظروف الاقتصادية، او السبب التاني يعني هو حتة الظروف الاقتصادية. طيب انا برضو عشان ما بقاش بني ادم سخيف، فانا مش بقول ان ما فيش ظروف اقتصادية صعبة وقاسية على كتير من الناس. انا واحد من الناس كنت في اوقات ممكن اللي هو اذا انا في الشارع ما زهقان، طب انا هدخل السينما، لكن لما تلاقي ان انت سعر التذكرة عمال يرتفع، ماشي انا ممكن ستيل اقدر اروح. هل كل الناس عندها نفس المقدرة ان هي تقدر تروح؟ هل كل الناس عندها مقدرة ان هي هنا مش بتكلم على اسرة دلوقتي لو نزلت السينما هتقول بسم الله الرحمن الرحيم هتدفع 500 جنيه مينيمم عشان تروح سينما، فده موضوع تاني. اللي هي دلوقتي الافلام اللي هي ما بين قوسين افلام تصنف اسرية، يعني انت دلوقتي كرب منزل كصاحب اسرة يعني هتروح هتاخد اولادك تروحوا فيلم، هتدفعوا 500 جنيه بسم الله الرحمن الرحيم سينما، معاك عربية بنزينك جاي بمواصلات، تكلفة المواصلات كام، بعد كده لازم يبقى فيه اكلة او حاجة، هتلاقي نفسك اليوم ده صرفت لك تقريبا 900 جنيه ل 1000 جنيه. في كام حد دلوقتي يملك ان هو يعمل ده؟ فانا مدرك انه في ظرف اقتصادي ممكن كتير جدا يكونوا بيعانوا منه، ودي تفصيلة بديهية، ولكن افتراض انه 110 مليون مصري معهمش فلوس يدخلوا السينما هو افتراض ساذج. تعال نفترض يا سيدي انه الناس اللي بتعاني دلوقتي في مصر هم 100 مليون، وهو تقدير يعني جزافي وزيادة جدا. لسه في 10 مليون مصري يملكوا القدرة الشرائية ان هم يدخلوا يدفعوا فلوس في تذكرة سينما. اوكي، ودي تعتبر شريحة ضخمة جدا. ضخمة اللي هو ازاي؟ انت عارف لو في فيلم مصري او فيلم واحد مصري شافه 10 مليون شخص من 110 مليون مصري، الفيلم ده هيحقق ايرادات كام؟ انت بتتكلم تقريبا كده من 1.2 مليار ل1.5 مليار.
جنيه. انت مستوعب الرقم؟ هل في فيلم انت عادي كده تقول ده الفيلم حقق مليار جنيه؟ ده ضرب من ضروب الخيال. يعني انا فاكر انه من فترة احنا كنا عايزين افلام تدخل سقف 100 مليون. الافلام اللي الناس بتقول عليها اعلى ايرادات في تاريخ السينما المصرية، ده الفيلم اللي محقق مليون او مليون وشوية ده، هل تعلم انه الفيلم اللي محقق مليون او مليون وشوية ده ما دخلوش في السينما في المحافظات كلها؟ ما دخلوش مليون واحد على بعض من 28 محافظة، ما دخلوش مليون واحد على بعض، وده بيبقى محقق 100 مليون وبتاع ومش عارف ايه. فالمشكلة انه انت بتقدم افلام ليها طابع معين بتستهدف جمهور هو اصلا مش قادر ينزل السينما، وفي على الجهة الاخرى جمهور متعطش لنوعية افلام معينة مش بيلبى تعطشه ده ومش بيلبى احتياجه ده من خلال منتجاتك، فبيقبل على منتجات تانية سهل الوصول ليها عادي جدا. يعني نفس الناس اللي معهاش فلوس دي، اللي انت شايف ان معهاش فلوس دي، هي نفس الناس اللي كانت واقفة طوابير على فيلم باربي وفيلم اوبنهايمر، فيلم كريستوفر نولان الاخير. طبعا اوبنهايمر كان اكتر الى حد ما، لكن هم نفس الناس دي اللي كانت مقبلة. يبقى هل المشكلة انه مفيش فلوس، ولا انه الناس شايفة انه المنتجات دي ما تستاهلش الفلوس؟ وعلى الجهة الاخرى فالصانع برضو لما بيجي يحسبها، ما انت برضو حط نفسك مكان المنتج. ما المنتج ده برضو مش نبي ومش ملاك، هو في النهاية مستثمر بطريقة او باخرى. يعني المنتج الجانب اللي هيبقى مسيطر عليه ان هو مستثمر، هو مش عايز يخسر فلوسه، هو عايز يطلع كسبان. فهو يوم ما يكلف فيلم 20 مليون، 20 مليون مش بقولك رقم ولا هو قليل قوي ولا هو ضخم قوي، قليل متوسط، متكلف 20 مليون بالتوزيع الخارجي وكام يوم العيد او ايام الاجازة زي اللي احنا فيها دي، هيكسب على الاقل. هو حط فيه 20 مليون هيكسب يا سيدي 40 مليون يوم ما تقول ده ما كسبش. تمام، ما بين التوزيع الخارجي في السعودية والامارات وبقية الدول يعني، وفي مصر هنا هيلمه. فهي بالنسبة له نظريا تجارة، تعتبر تجارة مربوحة، استثمار. انت بتحط قرش بيرجع لك قرشين، فتمام. لكن عمليا ده يعتبر تجريف للحاجة الوحيدة العدلة اللي بقى لنا، دماغنا وفننا وابداعنا. وده يمكن بينقلنا للسبب الثالث اللي دايما بيتقال، وتلاقي بيتقال بشكل يعني مش لطيف كده في البرامج، وهو السبب ما بين قوسين اصله مفيش ورق. مع الاسف الشديد في جزء من الاجابة دي صحيح، بس مش دي الاجابة بس. يعني معاك انه في كتير جدا بدأوا يستسهلوا، وناس كتيرة جدا بدأت تدخل للمجال العام بدون ما تكون عندها حيثية، مش بس في جزء الكتابة، على صعيد الإخراج، على صعيد التمثيل، على صعيد التقديم حتى التلفزيوني. بقت فكرة الكفاءة والحيثية يعني نقطة مش مهمة قوي. ممكن نعترف انه الى حد ما في ازمة او في مشكلة في جودة النصوص المكتوبة، مع العلم ان انت ما تقدرش تجزم الموضوع ده بالظبط، لانه احنا للاسف ما عندناش في مصر آلية واضحة زي اللي موجودة في امريكا. فكرة الايجنت مثلا، يعني لو انا سيناريست في امريكا، ومش بقول ان الدنيا هناك سهلة، الدنيا هناك صعبة والمنافسة قاسية، بس اقصد انه في تشانل تقدر انت توصل من خلالها، في قناة اصلا. انت هنا في مصر دلوقتي لو انت يعني عندك فيلم، لو قعدت تخبط على الشركات المنتجة وانت مش حد اللي موديك، صعب قوي ان هم ينتبهوا للنص بتاعك. يعني دي تبقى حاجة كده مش القاعدة خالص. يعني هو القاعدة هم مش هينتبهوا للنص ده، اوكي، لانه في حاجات كتيرة بتقدم لهم. ف100% في حاجات ذات جودة عالية بتوه في النص، وبالتالي نقدر نقول انه نظريا الوضع العام في أزمة في ما بين قوسين الورق أو جودة النصوص المكتوبة. بس أبسط رد على الموضوع ده، طيب يا سيدي ما تاخد من القديم، طيب بلاش، انت مش عارف تجيب حد يعمل معالجة كويسة، مع انه والله يعني في كتير من الناس ناس محترمة وناس بتفهم. يعني بلاش يا سيدي اعمل ريميكس، يعني خد المعالجة اللي اتعملت
في الثلاثينات ولا الاربعينات زي ما هي وبس، يا يعني جددها، يعني جدد، او يا سيدي بلاش تجددها، اعملها زي ما هي عادي، يعني نتكلف شويه في التصميم الملابس، اعملها زي ما هي. فدي حجه واهيه. السبب الاخير اللي يعني هقوله كده على استحياء يعني، ورزقي ورزقكم على الله، وهو انه من ضمن الحاجات اللي محتاجها اي حد عشان يبدع انه ما يبقاش فيه قفله زياده عن اللزوم عليه، وحدود وتضييق زياده عليه. واعتقد حضراتكم يعني فاهميني. افلام زي كشف المستور، افلام زي الارهاب والكباب، افلام زي النوم في العسل، وافلام يعني الاستاذ وحيد حامد عامه على سبيل المثال، هل حد يملك انه ينفذ فيلم زي ده دلوقتي؟ مش كل الناس وحشة، ومش كل الناس نواياها تخريبية او نواياها خبيثة. اتاحة مساحة ومتنفس هتعود علينا كلنا بالخير. من فترة كان في مذيع في احدى القنوات العربية كان بيتكلم عن الدوري المصري، يعني لما اتى ذكر الدوري المصري يعني كان على هامش البطولة العربية في السعودية، لما اتى ذكر الدوري المصري ما كان منه الا انه بدأ بتهكم كده، بيقول الدوري المصري، لا هو الدوري المصري كويس وكل حاجة، بس ده دوري ما يشوفوش غير اهل بلده، انت بتقارنه بالدوري السعودي. انا دي حاجة يعني حسستني بحسرة وبغيرة على المكان بتاعي، يعني حتى لو انت مش حابه، بس حد يجي يتكلم عليك كده بالطريقة دي كانت حاجة بالنسبة لي كانت مزعجة جدا. طيب انا متفهم انه حاجة زي دي من ضمن حلولها، او يعني حلولها الرئيسية يعني فكرة الفلوس، واحنا دلوقتي مش مستعدين عشان دلوقتي في فساد وكده كده القدر الضخم ده من الفلوس لو اتحط في الفساد الرياضي ده هيروح في سكك سمسرة وبتاع ومش عارف ايه، والديباجة اللي كل الناس اللي بتتفرج على اون تايم سبورت عارفاها، يعني مش ما عنديش انا اخبار حصرية يعني. ده جانب مش في ايدينا حتة الفلوس دي. طيب الابداع والفكر اللي ما حيلتناش غيره، ايه اللي يمنعنا اننا نحافظ عليه؟ بالمناسبة اللي جاي مش افضل، يعني انا مش بتكلم انه والله احنا مثلا بناخد ستبس فاللي جاي ان شاء الله يكون افضل، لا اللي جاي اسوأ، يعني وضعنا اللي جاي فيه أسوأ مما احنا عليه دلوقتي. دولة زي السعودية على سبيل المثال مع كامل التقدير ليها يعني وللاجتهادات اللي هي بتقوم بيها، وده مش مشكلتهم هم في حاجة، يعني عمالين يشحنوا فيه امكانيات وموارد واصول واستوديوهات وتقنيات ضخمة جدا. صحيح هم دلوقتي واي حد في الماركت عارف ده بيستقطبوا كتير جدا من الصناع، وبيبدأوا ان هم يدولهم مغريات الى حد كبير لسكيل معين من الصناع، وفي كتير من الاحيان بعض الصناع بيروحوا يفتحوا فروع من الايجنسيز بتاعتهم هناك. ده كلام عظيم جدا، لكن هل هو هيفضل محتاج لك؟ هو دلوقتي بياخد الخبرة منك وبيشغلك انت وجنبيك ابن بلده، وهم بيتعلموا وبيتطوروا، وبعد كده الشخص اللي معتمد على انه فيلمه هيلم فلوسه ما بين قوسين من التوزيع الخارجي، هتوصل لمرحلة الفيلم المصري مش هيتقبل هناك، لانه مش هيكون على القدر الكافي من المستوى تقنيا. عادي جدا ان هم يخلوا كريستوفر نولان يعمل فيلم في السعودية، عادي جدا ولا هيفرق معه. عادي جدا ان هم يخلوا توم كروز بيجري في جدة، عادي جدا، عادي يعني عادي متوقع، يعني مش عادي ان هم يعملوا فاست اند فيوريوس جزء جديد في السعودية، عادي وهيدفعوا لهم، وعادي ان هم يعملوا افنجرز في السعودية. يعني مش هتحس ان الموضوع فيه ساعتها هو مجبر ان هو يعني يتحمل فيلمك انت يعني اللي جودته سيئة واللي ما فيهوش حاجة بتتقال واللي مش بيحترم المتلقي. ليه؟ ده برضو ده سؤال. ممكن انا ابقى شايف الموضوع بنظرة سوداوية، بس انا شايفها كده. نختلف بقى على توصيف النظرة دي ان هي نظرة سوداوية او نظرة واقعية، بس انا شايفها كده. ونفس الموضوع في الكورة، يعني حتة انه الناس مش هتبدأ تعزف عن الافلام اللي انت بتقدمها، هو نفس الموضوع في الكورة. انت لو تفتكر
زمان كان اللي بيروح يلعب من مصر في السعودية كان بيتقال انه خلاص هو شطب كورة ورايح يلم فلوس هناك. دلوقتي انا اتحدى انه هيبقى بالساهل اي حد يعرف يروح الدوري السعودي اصلا. هتلاقي النوادي مش هترضى، خلاص انت هتضيف لي ايه؟ وهيتلاقي فيه شروط ويعني بنود معينة لازم انت تبقى مستوفيها عشان تصلح ان انت تلعب جنب كريستيانو رونالدو وساديو ماني وكريم بنزيما والناس دي كلها. واللي حصل السيزون ده هو مجرد بداية، يعني اللي جاي بعد كده اضخم بالنسبة لهم. انا بس بعقد المقارنة دي، ولكن انا بشكل عام عمري ما براهن على الكورة. يعني انا مقتنع انه الكورة في مصر هي من اسوأ الحاجات اللي عندنا، واحنا ما بنعرفش نعملها، يعني ولا اعلاما ولا صحافة ولا لعبا، ما بنعرفش. احنا ما بنعرفش. واللي بيقعد دايما انه يختزل من الجيل بتاعنا اللي هو لحد 30، يعني الناس اللي بتختزل الكرة المصرية في ال5 سنين او من 2006 ل 2010 او 2011 مع حسن شحاتة، ده كان استثناء. يعني ده ما كانش الطبيعي. انت قبل كده كنت سيء جدا، وبعد كده ستيل سيء جدا. يعني انت طول الوقت سيء في الكورة، انت ما بتعرفش تلعب كورة، اوكي؟ انت جات لك لحظة كده في غفلة من الزمن خدت 3 افريقيا ورا بعض. تسأل الناس والله ده علميا يحصل ازاي؟ ما تعرفش. طب عاوزين نرجعه تاني؟ لا ما نعرفش، بس خلاص. وده مش دلوقتي بس، انت طول عمرك ما بتعرفش تلعب كوره. يعني انت بتتكلم اصل مش عارف، خدنا في الخمسينات ولا في الاربعينات 2 افريقيا، وبعدين خدنا في 86، وبعد كده خدنا في 98، في وقت اصلا البلاد ديت مش لاقيه تاكل. يعني البلاد دي وقتها، سيبك من انه دلوقتي خلاص بدأوا ياخدوا وضعهم، فانت كنت وقتها بتعمل ايه؟ ما كنتش بتعمل حاجة. بس فانا عامة الكورة مش براهن عليها. انا السينما دي الحاجة اللي حيلتنا، اللي مش محتاجة امكانيات، اللي شاب قاعد حتى لو في قرية معاه على موبايله معاه ورقة وقلم هيكتب فكره، هيكتب سيناريو. مش ده منتج فكري. اللعب في الحتة دي كريتيكال قوي وخطير جدا. انا عارف برضو انه في ناس بتبقى متشربة قوي الموضوع وليها باع طويل، ودخلت في نقاشات من ايام ما كنت انا طفل صغير او رضيع حتى، وهم بيدخلوا في ديبيتس ليها دعوة بالقرصنة وترميم الافلام وبحقوق الافلام والازمات اللي اثارت بتاعت الشركة العربية. عارف انه في اجيال نقشت الحاجات دي كلها، لكن انا بأعيد التطرق وبأعيد تناول الموضوعات ده دلوقتي، لانه اللي انا شايفه اننا مش ماشيين احسن، بل بالعكس احنا من للأسف من سيء الى اسوأ. وممكن كل كام سنة تلاقي في فيلم اتس بومينج، تلاقي مثلا كيرة والجن السنة اللي فاتت، تلاقي الفيل الازرق 2، وهي بالمناسبة نفس المجموعة، يعني نفس المجموعة اللي عندها القدرة ان هي تعمل حاجة، اوكي، اللي هو الجروب اللي مع استاذ مروان حامد. يعني هل ده ينتقص من الباقيين؟ طيب هل الناس خلاص احنا مش مهتمين بالسينما وتركيزنا على الدراما؟ احنا محتاجين انه يبقى في حراك في المنطقة دي، وانه الموضوع يعني يتم مناقشته او يتم مناقشته من قبل الناس اللي الامر في ايديها. انا والله اتمنى ان انا اسمع رأي حضراتكم في الكومنتس. ليه الناس دلوقتي ما بتدخلش السينما؟ ايه اللي ينقص المنتج المصري عشان ينافس المنتجات التانية؟ ويعني نقدر نقول انه هذا ما تيسر لنا قوله اليوم. اتمنى انه الحلقة تكون يعني مفيدة لحضراتكم او ملفتة او احداثت اي نوع من انواع الحراك جوه دماغكم. وزي ما قلت لكم انا احب جدا اني اسمع رايكم في الكومنتس، واحب جدا انه حضراتكم ما تبخلوش علينا بنصايحكم، بحيث اننا نكون دايما في تطور وفي تحسين للمنتج اللي بيقدم. اتمنى ان هو يكون بيعجب حضراتكم، واتمنى ان هو لو بيعجب حضراتكم already فتدعمونا
شير الحلقة مع أصدقائكم اللي ممكن يكونوا مهتمين. تدعمونا بلايك عشان يوتيوب أو المنصات التانية تفهم إنه ده منتج كويس فهنرشحه لناس تانية. تدعمونا بسبسكرايب أو باشتراك على مختلف منصات البودكاستنج اللي حضرتك أو حضرتك بتفضلوها على حسب طريقة الاستماع بتاعتكم. واستنونا ان شاء الله كل يوم حد وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. السلام عليكم.